السلام عليكم. أستون فيلا يحطم آمال السيتي ويرجع للمركز الرابع ويصعب عليها المنافسة على لقب الدوري بعد مباراة كانت سيئة بكل معنى الكلمة من سوء. لعيبة السيتي كانوا ضايعين وما هم في المباراة أبدا، تحس إنهم ضايعين تماما. حتى أرقام المباراة كارثية على بيب جوارديولا. توقع معي يا حبيب قلبي كم تسديدة قدر يسددها لاعبين السيتي على حارس أستون فيلا؟ تسديدتين فقط، تسديدتين. كارثة للأمانة، مقابل 22 تسديدة على حارس دورسون. وليفربول يفوز بأقل جهد على شيفيلد يونايتد ويصير المنافس المباشر للجنرز أرسنال. ومانشستر يونايتد يفوز على تشيلسي. الفريقين للأمانة ما تدري هذا وين بيفوز وكيف ومتى. فريقين يحيروك بأدائهم الفني في الملعب، مرة مستواهم عالي أو جيد ومرة سيئين لأبعد حد. قبل لا نتعمق في الموضوع يا حبيب قلبي، لا أوصيك باللايك والاشتراك لتطوير المحتوى للأفضل وليوصل لأكبر عدد ممكن. وصلوا على سيد البشر حبيبنا محمد، اللهم صل وسلم عليه وزيد وبارك. نجيب سيتي واستون فيلا. بيب جوارديولا نزل بتشكيلة 3-2-4-1، لكن جوارديولا قادر يلعب بأكثر من رسم تكتيكي في المباراة. وأول ما تشوف الرسم التكتيكي اللي نزل فيه بيب جوارديولا في المباراة تتوقع انه راح يلعب ضغط عالي من بداية المباراة. وأوناي إمري دخل بتشكيلة 4-4-1-1، وأول ما تشوف التشكيلة تقول لا أستون فيلا بيلعب على الدفاع والتحولات، لكن صار العكس تماما. أستون فيلا هو اللي كان يلعب ضغط عالي على لعيبة السيتي وخنقوا لعيبة السيتي في الشوط الأول. السيتي أبدا ما قدر يقدم شيء يشفع له في المباراة أو شيء يقدر يخليه يفوز في الشوط الأول. وبيب جوارديولا إذا لعبت عليه شوط لابد انه يفاجئك في الشوط الثاني، يصنع ويلعب ويمتع ويسجل. لكن أوناي إمري قال لا يا حبيبي لا، انا بستمر بالافضلية عليك لين اسجل. وفعلا سجل استون فيلا وفاز وكان هو الافضل في كل شيء في المباراة. متخيل معي يا حبيب قلبي كم ارقام السيتي في المباراة؟ كارقام السيتي يلعب اسوأ مباراة من بعد ما جاء بيب جوارديولا للسيتي. تخيل معي استون فيلا مسدد 22 تسديدة مقابل كم تسديدة لمانشستر سيتي؟ تسديدتين فقط، تسديدتين. والكورنر ايضا 6 لاستون فيلا مقابل 0 للسيتي. لا السيتي في غياب رودري يعاني بشكل كارثي. وهذا الاختبار الثاني في هذا الموسم لبيب جوارديولا في ظل غياب رودري. هارد لك للسيتي وعشاق السيتي، وإن شاء الله القادم أجمل. نجيب ليفربول اللي قدر يفوز على شيفيلد يونايتد بأقل مجهود، كان مسيطر على كل شيء في المباراة، لا من تسديدات ولا من استحواذ، قدر يوصل بكل الطرق. لكن الأهداف ما جت إلا من عرضيات أرنولد المقوسة الساقطة على أرجل اللاعبين. وقدر فان دايك يسجل الهدف الأول من صناعة أرنولد، ونونيز يصنع الهدف الثاني بعد ما حارب على الكورة واستعادها، وقدر يصنع لدومينيك اللي كان لحاله وقدر يستقبل الكورة ويسجلها بأريحية بدون ما أحد يضغط عليه أو يغطيه. سجل الكورة بالراحة سجل الكورة ويصعد للمركز الثاني بفارق نقطتين عن أرسنال المتصدر ب36 نقطة. نجيب اليونايتد وتشيلسي. المباراة كان فيها تكافؤ كبير جدا في الملعب، لكن تحس كذا اليونايتد هو الأخطر، هو اللي قادر يصنع فرص ويكون اقرب للفوز. حتى بعد ما ضيع برونو فرنانديز ضربة الجزاء تحس كذا ان اليونايتد هو الاقرب، قدر يسدد 28 تسديدة على سانشيز حارس تشيلسي، لكن التسديدات الخطيرة كانت 8 تسديدات فقط. للأمانة اليونايتد هو اللي كان تشوفه في الملعب قاعد يلعب عشان يفوز، وقدر يسجل هدفين عن طريق سكوت ماكتوميناي. وهنا يبين لك الفكرة اللي قاعد يلعب عليها تين هاج، انه يخلي سكوت ماكتوميناي مهاجم ثاني او مهاجم وهمي وهو هداف الفريق اساسا. تشيلسي للامانة يحتاج شغل كبير، تحس الفريق ما في لاعب سوبر قادر يصنع الفرق او قادر يشيل الفريق. لاعبين بدون خبرات، مرة يعطونك اعلى ليفل ومرة تحصلهم سيئين لابعد درجة، وتحس انهم ضايعين حتى بوجود بوتشينو. حتى اليونايتد للامانة يحتاج الى شغل كبير. المفروض مع وجود تنهاج من الموسم اللي راح قدر يحل المشاكل اللي في الفريق، لكن اليونايتد باقي يبغى له شغل كبير عشان يقدر يرجع للمنافسة. تين هاج للأمانة مش ولا بد انه يقدر يقود المشروع هذا. الى الان لك موسمين ما انت قادر تخلق توليفة او تخلق اسلوب ثابت
تقدر تنافس عليه طوال الموسم وتحقق نتائج تبيض الوجه. ألف 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 مبروك لعشاق اليونايتد هذا الانتصار المهم، وهارد لك لتشيلسي. وختاما وليس آخرا، لا أوصيك يا حبيب قلبي بالاشتراك واللايك لتطوير المحتوى للأفضل، والسلام عليكم.